السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم ديلي ومبارك مع هبة طه. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا يخص مصمم المواقع. ازاي اسرع الموقع بتاعي، ازاي بعد ما اخلص ملفات الجي اس والاتش تي ام ال والسي اس اس والملفات الصور وكل حاجة والموقع جاهز، وبعد ما ارفعه على الاستضافة ازاي اسرعه. جميل جدا. اولا عشان تسرع الموقع بتاعك لازم تعرف الموقع بتاعك ايه اللي مبطئه او ايه المشاكل اللي فيه عشان تعالجها عشان نسرع. جميل جدا. عشان تعرف الموقع بتاعك البرفورمانس بتاعه والاداء بتاعه كويس ولا لا، في اداة حلو جدا وهو موقع اسمه جيت ماتريكس. الموقع ده مفيد جدا. احنا هندخل هنا في جوجل وهنكتب جيت ماتريكس، هو بس النت بيحمل اهو، هو ده جيت ماتريكس. ندخل على اول لينك هيطلع لنا ده. جميل جدا. هنا بيقولك enter URL to analyze. هنا بيقولك ادخل اليو ار ال بتاعك عشان يعمل تحليل ليه. طب حلو قوي. الموقع بتاعك عشان تعمله تحليل وعشان تعرف اذا كان سريع او بطيء والمشاكل اللي فيه وبيفتح بعد كام ثانيه والكلام ده، لازم يكون مرفوع على النت. ما ينفعش يكون على الجهاز بتاعك وتشوف، لا طبعا لازم يكون مرفوع على الاستضافه. هنا بيقولك enter URL، فانا هكتب الموقع بتاعي HTTP اهو وادوس انتر او انلايز. تمام، هو كده بيشوف الموقع بتاعي، يعني بيعملوا تحليل يعني. طبعا موقع جيت ماتريكس يعني جميل جدا. هو بيقولك الموقع هيفتح بعد كام دقيقة وسريع ولا بطيء، وكمان بيقولك يعني المفروض تعمل ايه عشان تعالج المشكلة دي لو هو يعني بطيء والكلام ده. طيب جميل جدا. طيب من اهم الحاجات المهمة جدا اللي بتسرع الموقع بتاعك طبعا اللي انت تخفف احجام الملفات اللي فيه. يعني وليكن مثلا عندك ملف الصور وملف الجي اس وملف السي اس اس، فالملفات دي بتبقى كتير. يعني مثلا وليكن انت في السي اس اس عندك كذا مكتبة، مثلا مكتبة الانيميت وكذا مكتبة للسي اس اس والجي اس نفس الكلام. فاول خطوة تعملها اللي انت تخفف الويب سايت بتاعك من الاحجام دي. فاول حاجة الحاجة دي اسمها اوبتمايزيشن، اللي انت تعمل ايه، بتقلل حجم الملفات. فمثلا يعني ناخد مثال يعني حلو جدا السي اس اس. يعني مثلا نيجي نشوف هنا انا عندي ملف، عندي سي اس اس وليكن مكتبة الانيميت دوت سي اس اس واخده دي كلها ملفات سي اس اس، وده كله لود على الموقع. يعني انت يعني 71 كيلو و34 كيلو و143 كيلو، يعني البوت ستراب واخد 134 كيلو. وطبعا الحاجات المهمه اللي بتسرع الموقع بتاعك اللي هو اللي انت تستخدم سي دي ان، اللي انت مثلا اي حاجه من دول بيبقى ليها سي دي ان. لو انت مثلا يعني ايه سي دي ان، يعني مثلا المكتبه البوت ستراب بتبقى مرفوعه على سيرفر، فانت ايه تاخد اللينك بتاعها وتحطه عندك سواء في الهيد او تحت في البادي في تاج السكريبت. فهو كده يعني بيحمل المكتبه من غير ما تكون يعني كضغط ملفات عندك. فطبعا السي دي ان بيسرع الدنيا جدا. بس السي دي ان بيحتاج نت، يعني مثلا وليكن الفونت اوسم برضه نفس الحوار، فلازم يكون عندك نت عشان الفونت اوسم تتحمل عندك. لو ما عندكش نت السي دي ان مش هيشتغل عشان السي دي ان ده بيحتاج نت. حلو قوي. عندك هنا مثلا انيميت دوت سي اس اس واخد 71 كيلو بايت، كل ده تحميل في الموقع. كل ده يعني وانت لما تكتب مثلا اللينك يعني اسم الموقع فوق ويدخل عليه، ده كله بيحمل، ده غير ملفات السي اس اس وملفات جي اس. فعشان الموقع يبقى سريع هتاخد ملفات السي اس اس دي وهتقلل حجمها، هتعملها من فايل تضغطها. تمام. طبعا تضغطها يعني احنا نشوف مع بعض. مثلا هنبدا بالانيميت دوت سي اس اس. احنا طبعا هناخده هنشده كده، هنشده وطبعا نفتحه كده بالفي اس كود. هو طبعا انا فاتحاه يعني هنا، ف هناخد الكود ده كوبي ونحطه فين بقى. في طبعا موقع مشكورا بيضغط الملف الانيميت
او الملفات السي اس اس عموما يعني. فتعالى نشوف هنا مثلا ده حجمه 71 كيلو بايت. في مواقع كتير بتضغط، بس انا جايبه احسن مواقع يعني. هحط اللينكات دي ان شاء الله في الديسكريبشن بتاع الفيديو. نفتحه كده. هنا بيقولك ايه؟ بيست يور كود. هنا انا طبعا خدت كوبي، كنترول سي، كنترول ايه يحدد كل الفايل، بعد كده كنترول سي، بعد كده هنا كنترول في، كنترول في، ودوس كومبريس ضغط. طبعا هو حاليا بيحمل، قايل عليه ما هي دي بيحمل. اهو بيقولك اللي هو سيف 24% من حجم الملف. هتاخد ده كنترول ايه بعدين كنترول سي. تعالى بس عشان لو حد نسي حجم ملف كان 71 كيلو بايت. تعالى نشوف بعد الضغط يبقى حجمه كام. كنترول في. طبعا هو دلوقتي عامل من فايل يضغط بقى على سطر واحد، ويعني الدنيا بقت ايه يعني. انت مثلا يعني انا من رايي اللي انت متعملش من فايل ملف الستايل، اللي هو الملف اللي انت بتعدي عليه داخل اللي بتعمل فيه الكود بتاعك، عشان انت مثلا لو ضغطته بص لو بيبقى على سطر واحد كده هو من فايل تبقى صعب تعدل عليه. فانا بعمل من فايل الملفات اللي هي ايه انا مش باجي جنبها يعني، زي اللي هي مكتبات الجاهزه. كان 71 كيلو بايت. تعالوا نشوف بعد الضغط بقى كام. بعد الضغط بقى 56 كيلو بايت. طبعا احنا هناخد كل الملفات دي وهنضغطها نفس الكلام ما عدا الستايل سي اس عشان ده ايه لو حابب تعدل عليه والكلام ده. طيب حلو قوي. نفس النظام في ملفات الجافا سكريبت عندنا اهو. برضو موقع مشكورا لضغط الجافا سكريبت. ونشوف مثلا مكتبة عندنا او ملف جي اس مثلا. ناخد مكتبة دي مثلا ونفتحها برضو، نفتحها بالفي اس كود اهي. نشوف حجمها كان كام. كان 17 كيلو بايت. ناخد كنترول ايه، كنترول ايه، كنترول سي، ونروح هنا بيقول لك كود تو كومبريس، وكنترول في، وكومبريس جافا سكريبت. ندوس على الزرار ده ونستنى لحد ما هو يضغطه. طبعا لما يضغطه يبقى صعب اللي انت تعدل عليه، صعب اساسا تفهمه. فعشان كده احنا بنعمل كده في الملفات اللي هي اللي انت مش بتقرب لها او بتعدل عليها. اهو بقى صعب جدا ان تقري اساسا. فندوس كنترول سي. بيقولك هنا بعد الكومبريس سيف يعني حفظ 10 كيلو بايت. كنترول في. كان حجمه 17 اهو. نشوف بعد الضغط بقى كام. بقى 6 يعني. لا يعني الموضوع ده بيفرق جدا. تخيل بقى اللي كل ده ضغطته. وطبعا في معلومه برضو عشان تقلل عدد الريكوستات في الويب سايت والويب سايت يبقى سريع، تروح تضغط الملفات دي كلها ما عدا الملف اللي هو طبعا اللي انت بتعدل عليه او كاتبه بايدك، وتحطها في ملف واحد عشان بدل ما يعمل كل ملف يطلع منه ريكوست، لا يبقى ملف واحد بس لكل دول، والموضوع هيبقى افضل بكتير يعني. بعد كده هيتبقى اللي هي الايمج. تمام. هنا الموقع ده برضو اونلاين ايمج كومبريسور. بيقولك ابلود فايلز. تدوس على الزرار ده برضو هترفع عليه الملفات الايمج بتاعتك. وبعدين هي دي. طبعا لو عايزه كل ده احدده كده بكنترول ايه بعدين اوبن. هو حاليا اهو بيحمل. بعد ما يحمل كل ده هندوس داونلود اول. هنا بيقولك سيف 31%.
كده انا بقلل الحجم بتاع الملفات. داونلود اول، هينزل على هيئة ملف، ادوس سيف. هو حاليا بيحمل اهو. ميزز اه ندوس نفك الضغط بتاعه. هي دي الصور بعد الضغط. تمام. في حل ليك مثلا بقى، يعني لو حاجة يعني غيرت شوية، لو بعد ما ترفع الصور على الموقع بتاعك على الاستضافة والكلام ده، تروح عامل لها ضغط والكلام ده، فانت ممكن اساسا تضغطها قبل ما ترفعها، يعني قبل ما تستخدمها في الشغل تضغطها، بحيث ان انت ما تستناش بعد ما الويب سايت يخلص تروح ضغطها. وطبعا هتضطر تخش تعمل رينيم لكل واحدة، تخش الداش من اللي هي من فوق، عشان انت لو سبتها كده الصور مش هتظهر، عشان في الكود ال HTML بتاعك هيبقى فيه غلط. يعني هنا هيبقى هنا فيه موديفاي، وهنا مثلا بره مفيش موديفاي. فالافضل ليك بدل ما مثلا لو كانوا مثلا 50 صورة بتاع هتفضل تعمل رينيم لكل واحدة، لا. فانت الافضل ايه؟ تاخد الصور قبل ما تشتغل خالص، تعملها موديفاي وبعدين تشتغل. يعني الحالة ده احسن بكتير، يعني بدل اللفة دي كلها. وطبعا هتلاقي يعني في تطور ملحوظ جدا في الويب سايت، هتلاقيه سريع جدا، وبقى بيفتح بسرعه، والصور بتحمل بطريقه سريعه جدا، وملفات GS والCSS. يعني اعتقد دي كل حاجه ممكن تفيد في حوار تسريع، واتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم وافاد فعلا يعني، واجاب على الاسئله ليكم، واي سؤال تحت امركم، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي، وشكرا.